اكو دور ثالث؟ مو انت ايضا من والله خليت 22/9 معناتها ماكو دور ثالث. يعني احنا المفترض راح نبلش نبدا بالعام الدراسي، لكن هناك مقترحات، وكل ما نسمعه وكل ما نتلقاه هو محترم يعني. نعم. فهناك الكثير من المقترحات من الطلبات كلها في يعني في طي الدراسه وفي ضمن سياق الدراسه والمعرفه، والوزاره يعني قد يكون اتجاهها بعدم اعطاء الدور الثالث. اتجاه الوزاره بعد قد ليش؟ يعني يعني لانه ايضا احكي لي من ناحيه مكنت المنهجيه والعلميه ليش؟ مكنت في هذا العام، مكنت الطلبه يعني انطت 10 درجات، انطت 5 اولى و5 ثانيه بالنسبه للمراحل غير المنتهيه، اعطت دورا ثانيا مفتوحا لكافه المراحل المنتهيه، ثالث سادس ابتدائي، ثالث متوسط، سادس اعدادي. يعني في داخل الاروقه، انت تعرف هذا قرار هيئه راي، صح. وهيئه الراي يعني دائما الاساتذه يعني المدراء العامين والساده الوكلاء ومعالي الوزير، هناك اراء تطرح وهناك وجهات نظر، بس يخضعون الى ضغوط سياسيه يعني من مجلس النواب. احنا ما ننكر وجود الضغوط بصراحه، لكن مع هذا هناك مسؤوليه وامانه تاريخيه واخلاقيه تحتم طبعا على يعني حتى قد يستدعي الامر يعني تدرس نسب النجاح، وقد يستدعي الامر وقد لا يستدعي الامر. تمضي وزاره التربيه، احنا الاحد القادم ينطلق العام الدراسي وكل بصفه وتنتهي الامور. الاحد القادم ينطلق العام الدراسي، فمتى ستظهر نتائج الدور الثاني؟ يعني ان شاء الله قريبين جدا، يعني خلال يعني قبل 22/9 لو بعد؟ يعني قد نتجاوزها بايام قليله قد. زين، مو هو الطالب هسه التلميذ يعني نعم. وين يداوم بصف جديد لو يبقى بصف؟ فقط المراحل المنتهيه، المراحل غير المنتهيه يعني هو بس المراحل المنتهيه؟ اي، ومرحلتين فقط، الثالث والسادس. الثالث والسادس ابتدائي والثالث المتوسط. السادس اعدادي قضيتهم واضحه يعني. نعم. اي يعني لا، اما يروح كليه او يبقى بصفه، ويبقى بصفه ما عنده مشكله هو بكل الاحوال. هو صدرت تعليمات من وزاره التعليم العالي انه ينطون شويه ايضا مساحه زمنيه شوف هاي الاريحيه كلها والمساحات الزمنيه كلها سببها هو رغبه الوزاره بان تقرب من المواعيد، لانه هذه حاله صحيه. العام القادم بالمناسبه نحن نؤسس الان الى عام دراسي قادم اكثر استقرارا من هذا العام.